ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعد قلوبكم جميعا ويكبر خواطركم. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يحقق لكم كل اللي تتمنوه. اللهم امين. ربنا ينصر اخواتنا في غزه وفلسطين نصرا عزيزا يتعجب لها اهل السماوات والارض. ربنا يكبر خاطركم جميعا ويكبر خواطرنا. وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير ويمن وبركات يا رب. اللهم امين. ما يدخل العيد الا وبيوتنا كلها فرحانه ومليئه بالفرح ولا اي حزن داخل بيوت المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. متنسوش تحطوا لي لايك ودعوه حلوه من قلوبكم وكومنت حلو كده يفرح قلبي. ربنا يفرح قلوبكم جميعا. بتعملي إيه كده يا ام رهف؟ هو انا هخلص السنه دي من روتينات العيد يا حبايبي عشان جيت ابو رهف وكده. مش هخلص السنه دي. بصوا كل يوم بيطلع لي حاجه يعني. فانا الاستيكر ده يا حبايبي كنت حاطاه من زمان. الاستيكر ده حلو جدا جدا جدا. بيشيل الزيوت يعني بطريقه حلوه. او بس انت بقى ما تجيبيش الاستيكر يعني الرفيع. تجي تقول اللي بيبيع الاستيكر تجيبي السمك بتاعه تخين. لما تحطها على اي مكان بيتشال معاكي بكل سهوله. طبعا هو اتشال معايا بس بقى عشان من زمان. انا عايزه اشيله من زمان اصلا يعني من زمان من زمان من زمان كتير يعني. فهو مش عارفه يعني طلع معايا بس غلبني شويه يعني. شويه صغيرين كده غلبني. فالحمد لله كده شيلته عشان ان شاء الله كده الاستقبال الاستيكر الجديد كده. وان شاء الله كده المطبخ هينور وهاخد لكم جوله كده في الشقه كلها بعد الفرش بعد التغييرات بعد الحاجات اللي انا جايباها بعد كل ده. ان شاء الله اعمل لكم جوله كده ان شاء الله قبل العيد باذن الله. واعمل لكم اقول لكم انا غيرت ايه وجبت ايه وكده يعني. فطبعا ده علب التوابل كلها وحطيتها في الحوض كده. وايه حطيت عليهم شويه كربوناتو وشويه في الطبق كده شويه ملح ليمون وحاجات من دي عشان تلمع شويه خل. وقلت اما اغسلهم كده واحطهم على الرخامه على قماشه يتصفوا. واقوم كده الصبح الاقيهم ايه متصفيين ورايقين كده وايه وفل شمعه منوره. طبعا برضو بصوا اللي بتاع دي يعني الاستيكر ده كان حامي عندي الحامل بطريقه فظيعه يعني. بصوا انا يعني شو مغطياها ازاي يعني كام حاجه كده فوق حاجه كده فوق حاجه. ان شاء الله هجيب برضك استيكر تاني عشان احطها هنا كده بس لون تاني بقى واغير كده يعني. بصوا انا انا يعني الحمد لله يا رب الحمد لله اعوذ بالله من كلمه انا بحب التغيير جدا. بحب اغير كده مش يعني. بصوا هو من زمان بصراحه من زمان محطوط. بس انا عايزه اغير. بصوا حاجه تانية تلبخني اطلبخ في حاجه تانية بس ان شاء الله بقى هجيب استيكر تاني. استيكر كده يكون يدي اضاءه كده يكون فاتح عن كده. طبعا انا كنت في اليوم ده اساسا كان يوم الاحد جبت نص كيلو سمك بالعدد نص كيلو سمك. تتوقعوا والله العظيم يا حبايبي احنا اكلنا منه انا والبت رهف وفضل تاني يوم سمكه ونص كمان. هما 3 سمكات. وريان ما اكلش من السمك في اليوم ده. حسيت ان هو ساخن شويه ما اكلتهوش منه. ما اكلش منه اصلا ولا حطه في بقه كده ولا كل. كان اساسا ما مشلوش نفسي للاكل ولا كل. المهم جبت ايه نص كيلو سمك كده وقلت اما ايه اما احمره كده اقليه واعمل له ايه اعمل سلطه جنبه ورز ابيض وخلاص واكتفي كده يعني. طبعا انا كنت جايبه الملح ده من واحد كده بيباع عندنا كده فراتي كده ملح. ملحه ناعم جدا جدا وابيض. بصوا شفتوا بسم الله ما شاء الله شفتوا لبن الحليب. يعني هو غامق في الكاميرا بس هو ابيض جدا جدا. شويه دول ب10 جنيه. بجيب منه الشويه اللي ب10 جنيه دي بتكفيني شهر واتنين والله العظيم يا حبايبي. طبعا نطبخ منه رز نملح منه نعمل كل حاجه. وطبعا بقى ايه انا كان نفسي وامنيه حياتي كده من زمان اجيب. شفت العلبه البلاستيك اللي هي بتاعت الملح دي يا حبايبي اللي بتيجي بملحها دي او بتيجي فاضيه مش عارفه بس هي بيبقى ايه لها فتحه صغيره كده. انا كنت عايزه اجيب واحده من زمان. فالمهم دي ايه اللي بتاع دي انا كنت شارياها الرهف تحط فيها ميه ايام المدرسه. يا دوبك خدتها يومين وجابتها لي من غير غطا الحمد لله يعني. زميلها ضيع لها الغطا بتاعتها. فقلت ارميها. فسبتها والله مش رميتها ولا وديتها في اي مكان. ففضلت كده غسلتها وركنتها سبتها صفت وركنتها. فالمهم قلت تعالي بقى اعملك كده احط فيكي ملح كده يبقى ايه الخرم بتاعها صغير كده. واكب منها على الاكل منها على الرز كده يعني. واستغلتها وحطيت فيها ملح. وطبعا الجردل ده حطيت فيه الملح برضو ايه يبقى موجود تحت ايدي اخد منه. وقلت بقى اما اعمل شويه كمون كده يا حبايبي لايه للبطاطس والحاجات المتحمره. انا بحب اعمل الكمون ده على طول يعني. نجيب شويه ملح ونحط عليهم فلفل اسود وكمون وشويه بهارات سبعه. ولو انت عايزه تحطي شطه بقى بتحطي بس انا ما حطيتش شطه بصراحه. بهارات سبعه بتحطي كمون فلفل اسود كده يعني.
وبتعملي الملح ده، وتحطيه كده برضك في حاجة كده، في برطمان ولا حاجة، تحت ايدك كده، تاخدي بطاطس متحمرة تحطي عليها، بتخلي ريحة البطاطس حلوة كده، بالكمون بالفلفل الاسود بالسبع بهارات. طبعا السمك كده خلص معايا، السمك، انت عارفين السمك. مش عدت مجمعة، ما عادش في تجميع خالص. فطبعا رهف كانت لابسه كده ورايحه الدرس، بتوريني هي لبست ايه. قلت لها حبيبتي روحي. هي بقى اكلت الاول يا حبايبي، وبعد كده راحت القران بتاعها. ربنا يهداها يا رب، ويهدى اولادنا واولادكم واولاد المسلمين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا دي يعني الاستيكر ده يا حبايبي اهو، قلت لكم الاستيكر ده انا حاطاه من زمان، وكنت نفسي اشيله بصراحه يعني من زمان والله العظيم، بس مش عارفه ايه اللي نساني يعني. زي ما انتم شايفين كده حلو، وكنت اوقات بجيب سلك كده مواعين واغسله، بس يعني بقيت اعمله تاني، بقيت اغسله وانشفه كده يعني، فعشان كده مش اتوسخ معايا يعني جامد، دايما كنت حاطه ايدي فيه برضك وبغسله بالسلك. طبعا بقى هطبخ كده، الولاد طلبوا مني مكرونه بشاميل، دي كان تالت يوم يا حبايبي. طبعا بقول لكم السمك فاضل لتاني يوم، طبعا تاني يوم دي ما اتاكلش اصلا، انا اللي اكلتهم، ما الولاد ما كلوش منهم. فطبعا في اليوم ده كان مش عارفه انت طبخت لهم ايه، حاجه خفيفه كده وكلوها. وده تالت يوم بقى، قلت اما ايه ادخل بقى، بصوا لازم اطبخ كده على البوتاجاز بقى ايه، وانا البوتاجاز بتاعي نضيف. ما اعرفش خالص خالص كده اطبخ كده وانا بوتاجازي مش نضيف بصراحة. بحس ان انا اساسا يعني متلخبطة، الدنيا دايكة حواليا، الدنيا متلخبطة حواليا، فلازم اغسل البوتاجاز، اغسله الاول كده وانشفه كويس، وامسحه كويس مسحة حلوة، واغسل الحمالات بتاعه والكوش بتاعته كله، واطبخ عليه. حتى بعد الطبيخ انا لو في حاجة وقعت عليه بغسلها عادي، وبنضفها عادي يا حبايبي، وكل حاجة بيبقى سهل بقى، فاهمين؟ بيبقى سهل معاكي. بس كده، فانا قلت بقى اما اغسله كده واروقه قبل ما قبل ما اطبخ عليه. طبعا كنت عايزه اعمل مكرونه للولاد، انا كنت من بالليل اساسا يعني جايبه اللبن كان عندي في الفريزر ومطلعاه فك معايا، وبرده حطيت اللحمه كده على الرف اللي فوق المفروم، وحطيته في طبق كده، حطيته في التلاجة. وطبعا فك معايا وقلت بقى اما ايه، الاتنين فك معايا. غليت اللبن حتى بالليل لان الجو حر. طبعا زي ما انتم شايفين كده البوتاجاز بقى فل شمعة منورة. وقلت بقى ايه برضك المواعين اللي في الحوض لازم اغسلها كده، اروق الحوض. والله ما بحبش بصراحة اليوم اللي ببقى اطبخ فيه وفيه مواعين على الحوض، بحس ان الدنيا متكركبة حوالين مني. فكان بحب كده اما اغسل المواعين كده ونذكر الله، ولا اله الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، اذكر الله، ولا اله الا الله. الايام الحلوه المفترجه دي، مين اللي هيصوم معايا؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده مين هيصوم ومين مش هيصوم. انا عايزه اصوم بصراحه يعني، انا بحب اصوم، بس عشان انا برضع وكلام من ده، فان شاء الله ربنا يكرمني كده واصوم حتى نص الايام، مش هصوم الايام كلها طبعا، انا مش عليا ايام اصلا، فهنصومهم كده لله. ربنا يكرمنا ننوي بقى ونبدا بقى، ربنا يعيننا كده ونصوم. كل سنه وانتم طيبين، والامه الاسلاميه كلها بخير ويمن وبركات، اللهم امين يا رب العالمين. حبايبي متنسوش تحطوا لي لايك ودعوة حلوة من قلوبكم، عشان تشجعوني كده وتحفزوني كده، ومعاكم بيكم مكملة بإذن الله. طبعا أنا عملت البصل ده بالمبشرة، عند المبشرة يا حبايبي. الكبة بتاعتي الحمد لله يعني بايظة، فإن شاء الله هعملها بإذن الله كده، مستنيه اما اللي بيصلح يجي، هو في شغل بره، فهيجي وهعملها لي، فبإذن الله فالمهم هيعملها لي، وبعد كده هابقى اعمل عليها بقى يعني بتبقى سهله معايا، بتسهل عليا كل المواضيع وكل الحاجات دي كلها يا حبايبي. وبعمل بصل كل حاجه عليها بتبقى حلوه يعني. حتى ولادي طالبين ايس كريم من زمان، وانا مش عارفه اعمله من غير الكبه، فمستنيه برضو كما الكبه تتصلح كده وهعمله ليه. طبعا حطيت الفلفل مع البصله كده اتشوحت مع بعضيها، وبعد كده حطيت اللحمه يا حبايبي برضو. واخر حاجه الطماطم دي يا حبايبي بتدي بصوا، بتدي المفروم كده حمار كده، بتبقى شكله حلو جدا، وبتديه طعم حلو. طبعا عندي جنزبيل، جوزة الطيب يا حبايبي، جوزة الطيب، وعندي المبشرة بتاعت جوزة الطيب دي. فطبعا ببشرها كده بتديكي المفروم في حتة تانية. طبعا بتجيبي الواحدة ب2 جنيه ونص، بتخليها عندك وتكفيكي كام مرة، 3 4 مرات يعني، بتكفي كتير يا حبايبي. اللي عايزة تجيبي مثلا 2 3 تعينهم عندك برضك عادي يعني. فأنا بجيب ب2 بالطلب كده، وما بيخلصوا بجيب تاني. تحطها على المفروم كده بتوديكي في حتة تانية بصراحة. طبعا دي الطماطم باحطها، وطبعا المكرونة بتتسلق، وهاعمل البشاميل دلوقتي. وبصوا هي بتبقى لبخة شوية، بس إيه كله بيخلص ورا بعضه كده يعني.
وحطيت الطماطم بقى بتديكي في حتة تانية. طبعا حطيت بهارات فلفل اسود وملح وكمون وبهارات سبعة وكلام من ده كله كده على المفروم. وكمان حطيت جوز الطيب دي يا حبايبي. وكده يعني بتخلي لك المفروم جميل. طبعا عايزه اعمل بشاميل هون. حطيت معلقتين سمنه وشويه زيت كانوا موجودين عندي. وحطيت 6 معالق من الدقيق على 2 كيلو لبن. كل كيلو ليه 3 معالق يا حبايبي. وشويه الزيت اللي كان عندي دي كمان انا خلصت زيت، يعني لسه هشتري ان شاء الله باذن الله. هجيب لي كده كام ازازه كده خلاها عندي. فكده خلاص يعني ادي معلقه، 2، 3، 4، 5. كده 5. واجيب واحده كمان لسه. طبعا نخلط الدقيق ده يا حبايبي كده واحطاه في الكيس، يعني اما ايه ببقى انخله برضك. هو مش بيبقى في حاجه، بس بنخله برضك عشان استحراس من اي حاجه، الجو حر وكلام ده، وانا مش حاطاه في التلاجة. وبعد كده عملت البشاميل، وكان عندي 2 كيلو من اللبن. بصوا بحط 2 مرقه دجاج. بصوا لازم تشمي ريحه الدقيق وهو بيتحمص اصلا، يعني ما تحطوش بتاع لما تشمي ريحه الدقيق كده طالع في المطبخ كده مع السمنه، مع الزيت كده بيدي ريحه كده حلوه جدا. بتجيبي بقى مكعبين مرقه الدجاج وتحطيهم الاتنين مكعب. بتحطي وتحطيه برضك معاه يبوش معاه كده، ويديكي برضك ريحه كده جميله. وبعد كده بتجيبي اللبن. كان عندي 2 كيلو لبن، 2 كيلو لبن وشويه كمان. حطيتهم كلهم بسم الله ما شاء الله. وطبعا ايدك فيه بقى، يعني حط كيب اللبن ما تكبيش شويه وتسيبي عشان بيكلكع معاكي. كيب اللبن كله بسرعه. وبعد كده بقى بتجيبي، شفتوا اللي بوريكم اللي بتاع دي، بتجيبي بقى ايه تفضي كده. ايوه هو كده، ما توقعش كتير ولا حاجه. هي الغطاء بتاعها اللي ضايع، فانا حطيت فيها الملح كده وسبته كده يعني. ما بقى اشوف لها بقى غطا صغير كده ولا حاجه، افكر كده في اي غطا واحط لها. وبعد كده افضي منها الملح، مش هتقول لا. وبعد كده بجيب المضرب بقى اللي هو السيليكون ده، السلك. وبعد كده بضرب، افضل ايدي بقى في البشاميل كده عشان ما تكلكعش معايا. يا رب دايما اكون خفيفه على قلوبكم، يا رب افيدكم لو بمعلومه بسيطه. اسمعوا بقى رهف عامله لكم وصفه النهارده، وصفه جهنميه ان شاء الله. هنزلها لكم في الفيديو اللي جاي عشان انا مسرعه وهي اللي عايزه تتكلم، هي نايمه دلوقتي. جابت نص كوبايه ميه، على معلقتين صابون، على نص كوبايه خل، على شويه آم، آه، كحول يا حبايبي. وعملت لكم وصفه للازاز جميله 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 بصراحه، حلوه قوي 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 قوي. متنسوش تحطوا لي لايك عشان خاطر عيون رهف. ودعوة حلوة من قلوبكم. يا رب دايما اكون خفيفة على قلوبكم. يا رب افيدكم لو بمعلومة بسيطة. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.